هي انا اللي شفت قالت يا تعالى فندم ولا ده هو اللي راح شبهات يا لها؟ فندم، ان انا ما هو اطلع دي فوق وافتح التحقيقات. لك انا على فكره واسيب لك انا واسيب لك الباب مفتوح يا فندم مش لما هي طلعت اللي البلكونه قالت له يا وشاورت. استاذ محمود، لا حتى في التحقيقات هو اللي قال لها كذا فهي استجابت. عشان كده انا دائما بقول يبقى احنا اطلعنا على تحقيق غير اللي المستشاره هيدي طلعت عليها والله، بس لا هي ازاي نفس طيب؟ التحقيقات. لا انا بتكلم على التحقيق، انا بتكلم على التحقيق، استاذ وده هايدي، مذكور في التحقيقات على فكره، هو ده اللي في استاذ التحقيقات. هايدي، اتفضل. تيجي نقرب المسافات شويه معلش. اتفضل. يعني وفي جزئيه مهمه جدا حضرتك برضو بتتكلمي فيها. المستشاره هيدي الفضالي معانا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بكم استاذ هيدي الفضالي، نورتنا يا فندم. اهلا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا يا فندم. معانا استاذ فتحي الجوهري على المنصه يا فندم. اهلا وفي استاذ بعض فتحي، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا فندم، اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ اهلا يا فندم، الحمد لله تمام، اهلا وسهلا. المستشاره هيدي الفضالي رئيس محكمه جنايات الطفل سابقا، وحاليا محامي المتهمه نورهان خليل فتاة بورسعيد. طبعا المستشاره مع الاستاذ فتحي الجوهري ومعانا بعض المتابعين، عندنا بعض الاسئله يا فندم في صلب القضيه. تحت امر حضرتك، اتفضل. الامر لله يا غاليه. اول حاجه يا استاذه هايدي، في مذكره هتتقدم غير المذكره بتاعت حضرتك، ولا حضرتك بس اللي متبنيه موضوع مذكره النقض لنورهان؟ طبعا من ضمن مبادئ محكمة النقض اللي هو كان زمان مذكرة واحدة فقط اللي بتقدم، لكن طبعا القواعد الجديدة اللي ممكن تتقدم كذا مذكرة، لكن احنا هنكتفي بالمذكرة الأساسية واحدة، هي مذكرة واحدة اللي هتتقدم. طيب تمام، حضرتك انهيتي كده المذكره تقريبا وحددتي موعد انك هتقدميها تقريبا الحد القادم ده، لا اللي بعده، صح؟ بإذن الله يعني 90% هتبقى الحد اللي بعد الجاي إن شاء الله. طيب معالي طيب المستشاره هيدا، حضرتك ذكرت يا فندم قلت ان المدني بيقدم في محكمه الجنايات في القاهره، اما الجنائي بيقدم في النيابه في بورسعيد. ممكن حضرتك توضحي النقطه دي يا فندم اكتر، لان انا واحد من الناس او بعض المتابعين كان الكل مقتنع او عنده معلومه ان مذكره النقض بتقدم في محكمه النقض، بما ان محكمه النقض هي اللي بتحاكم الحكم نفسه، وليس لمحكمه النقض علاقه بالمحكمه اللي اصدرت الحكم على البنت مثلا. اتفضل. بالظبط كده، هي طبعا محكمة النقض هي اللي هتنظر، محكمة ولكن النقض هي محكمة وحيدة، ولكن الجنائي أو الجنايات يقدم في النيابة الكلية، وهي بعد كده بتروح برقم على محكمة النقض، تتسجل برقم على محكمة النقض، لكن تقديمها بيبقى في المحافظة نفسها اللي أصدرت الحكم أو تبع المحكمة اللي أصدرت الحكم، فهتبقى كده معناها في النيابة الكلية في بورسعيد. المدني ما بيقدمش أمام محاكم جنائية، بتبقى المدني مدني أمام محكمة النقض في القاهرة دايركت، لكن الدوائر الجنائية بتقدم في المحكمة أو النيابة الكلية التابعة ليها المحكمة صادرة الحكم، وبعد كده بتوديها برقم صادر على محكمة النقض في القاهرة. طيب استاذه هايدي، بعد اذن حضرتك، كان الاستاذ محمود اثار جزئيه كده ان في يعني فيما معناه مفاجاه او حاجه زي كده ممكن حضرتك تتقدمي بيها لو تم قبول مذكره النقض. هل الموضوع ده صحيح مثلا، وفي حاجه فعلا كبيره تستحق انها ممكن تؤثر على الحكم بعد قبول مذكره النقض؟ بصي يا استاذ فتحي، بداية هو في كذا طريق. اولا الطريق الاولاني انا ما اقدرش اقول على الطريق اللي بعده الا لما يخلص الطريق الاولاني. ايه الطريق الاول؟ هو اولا قبول الطعن بالنقض. قبوله حلو. معناها ايه؟ اللي حد يعني في كتير ما يعرفوش المعلومه دي. المحكمه هي طبعا بتنظر لو في عوار في الحكم نفسه، يعني احنا زي ما حلو. احنا طبعا عارفين احنا بنحاكم الحكم، يعني حتى ما نقدرش نطلع على حاجات حتى لو في دفوع معينه تم ابدائها بالجلسه وما تعرضتش ليها المحكمة في الحكم، أنا مش هقدر أقول أنت مثلا يا قاضي ما تعرضتش للدفع فلاني، لا أنا بقول الدفوع بس اللي موجودة في الحكم، يعني كأن ما فيش أي حاجة اتقالت في الجلسة إلا الحكم عندي، فأنا بحاكم الحكم. معنى كده إن أنا هرد على دفع موجود في الحكم، حتى لو أنا أبديت دفع في محضر الجلسه وده انا جبت صوره رسميه منه، جبت صوره رسميه من الحكم كامل طبعا غير المسوده دي، هو قريب من المسوده اللي انتشرت ولكن مش هي نفس المسوده، انا جبت الحكم الاساسي صوره رسميه ومحضر الجلسه، لكن انا في جميع الاحوال ما اقدرش احاكم حتى الحاجات الخارجيه عن الحكم، يعني ما اقدرش اقول ان انا مثلا في اخلال بحق الدفاع ابديت دفع معين وما تمش طرحه في الحكم، لا انا برضو مضطره ان انا اتكلم في الحكم فقط لا غير. فمعنى كده ان انا بقول عن الحكم. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ اولا الناس ما تعرفوش ان ممكن محكمه النقض من غير ما تقول اسباب ممكن تعدل العقوبه،
بمعنى هي هترتقي ان مثلا الحكم العادل كذا كده من غير اسباب، وده الناس ما تعرفوش. يعني مثلا مش هتقول احنا في كذا فعلا في عوار وقبلنا النقد في النقطه دي، لا هي ممكن تعدل الحكم. يعني تلاقي طيب الجزاء مثلا المناسب العادل هو كذا مثلا، فتنزل بالعقوبه. وطبعا لا طيب يضر الناقد بنقده، يعني ما تقدرش تزود العقوبه. طبعا مفيش زياده عن عقوبه الاعدام، لكن في الاحوال العاديه ما تقدرش تزود، لان لا يضر المستأنف بالاستئناف بتاعه ولا الناقد بنقده. فمعنى كده ان هي ممكن من غير ما تبحث في الموضوع تنزل العقوبه. ده واحد. اتنين، ممكن هي ما تقبلش خالص الطعن بالنقد، لان المذكره لازم تكون مذكره قويه جدا عشان اصلا يتقبل صح. امام المحكمه، يكون في فعلا عوار حقيقي في الحكم. طيب اتقبل ونزل، وممكن تعيد تاني على فكره المحاكمه وترجع في الاخر تقول لا هو نفس الحكم. وممكن تقول انا برد على العوار اللي في الحكم بس هنتهي لنفس النتيجه وهي نفس العقوبه، ولكن انا بصلح الحكم. بمعنى ان انا يا محكمه نقض هطلع الحكم بالصوره الصحيحه القانونيه، يطلع بنفس العقوبه ولكن يكون متصحح قانوني. فده وارد. طيب ايه بقى برضو في الاخر، افرض كل ده مشينا في الخطوات واترفض او اتعادت المحاكمه. يبقى لو اتعدت المحاكمة هنقول بقى الحاجة الجديدة، ما احنا في محاكمة جديدة هي نفسها محكمة النقض اللي هتحاكم بعد كده موضوعيا بقى مش قانونا بس. ما خلاص قانونا وقبلته هتبدأ تحاكم كأنها درجة عادية من الجنايات، هتبدأ تحاكم بقى تعيد المحاكمة يعني بالبلدي. طب لما تعيد المحاكمة هنقول بقى الوقائع الجديدة اللي حصلت. ما في وقائع جديده، انا من حقي ساعتها اقول وقائع جديده. ليه؟ لان انا كده يعتبر في مرحله اولى تاني، فمن حقي ان انا ارجع اعيد الموضوع بالوقائع الجديده او بالحاجات اللي هي هتدي عقيده اخرى للمحكمه، او تقدر تكون بيها عقيده اخرى طبقا للحاجه اللي هتبقى مطروحه. ودي على فكره حاجه موجوده فعلا، يمكن انا عرفتها فعلا بعد فتره، واكدت لي الحاجه اللي جواي او اليقين اللي جوايا انا شخصيا، فدي اكدتها لي اكتر. فالمهم هيبقى في الحاله دي لو اتقبلت المحاكمه هنعيد او هنطرح الدليل الجديد. طيب ما اتقبلش النقد وخلاص واترفض، يبقى عندنا الطريق الأخير اللي هو التماس إعادة النظر. وده بيكون فقط موجود في حالة بقى وجود طبعا دليل جديد، حاجة لم تناقش قبل كده، فهيبقى موضوع أو هيبقى مطروح أمام الالتماس لو لا قدر الله لم يقبل النقد. لكن طيب مع خليني المستشارة ما ينفعش يتم ذكره في مذكرة النقد بما انه لم يذكر في الحكم. تمام لا ما حضرتك؟ ينفعش، لا ما ينفعش. المذكرة دي هي قانون. يعني معنى ايه قانون؟ يعني انا بتكلم بقى لو في اخلال في حق الدفاع، في قصور في التسبيب، في الاسباب بقى كلها اللي احنا عارفينها بتاعه الطعن بالنقد. يعني عندنا اسباب معينه قانونيه، فما اقدرش ان انا اتكلم في موضوع. طيب خلينا ان احنا الجزئيه يا استاذه هايدي اللي هي بتاعت مثلا هنفترض ان تم مثلا قبول النقد. الجزئيه الجديده دي هل هو دفع جديد حضرتك انت ما كنتيش دفعت بيه فهتدفعي بيه اثناء فتح باب القضيه من جديد تاني، ولا هو دليل ممكن يأثر في الحكم؟ يعني هو دفع انت كنت عايزه تطلبيه ولا دليل بدون توضيح يعني بشكل عام؟ هقول لحضرتك، هو الموضوع اللي انا عرفته انا استغربت جدا ان هو ليه ما تقليش. وطبعا لقيت المبرر برضو كان مبرر ساذج جدا من نورهان. يعني هي يعني انا مش عارفه هل ينفع اتكلم ده في العام ولا لا، لكن هي فعلا. بصي يا استاذ فتحي انا مش عايزه اقول لسبب، لان انا عارفه ان انا هيبقى في رد اخر ويمكن يقولوا ازاي ده سبب مش حقيقي، او يمكن انا بقول الكلام ده وخلاص علشان سبب معين. فعشان كده انا في غنى ان انا اقول اللي حصل، بس يكفي ان انا فعلا مقتنعه جدا ان في سلبيه فظيعه في البنت دي. والبنت دي يعني يعني مش عايزه اقول مثلا متخلفه عقليا، فعلا غريبه جدا، غريبه وده اللي جدا، انا من ذكرت الشخصيات الغريبه ذكرته، جدا. ما وده اللي انا حدش اصلا ذكرته يا سمعها فندم. وهي بتتكلم. البنت طب دي غريبه هي واخواتها. الناس دي خلينا متربيه نتكلم. تربيه يعني مفيش خالص، مفيش بكلمه مفيش اللي انا بقولها دي والله حقيقيه ابيض. سيبكوا بقى من الحاجات الحوارات اللي حصلت وهي اصلها ذكيه واصلها حاولت تعمل حوار، لا هي متبرمجه. هو قال لها برضو حتى بعد اعملي كذا،
روحي اعملي الفيلم اللي بعد كده. نفذته بالظبط، ونفذته لسبب. الولد ده كان ابن عمه واقف لهم تحت. ابن عم حسين كان واقف تحت واقف لاخر تحت امتى لحظه، يا كان فندم؟ في يوم الجريمه. يعني يوم وقت الجريمه الجريمه كان ابن العم منتظر تحت؟ طبعا كان طيب ليه منتظر، كان منتظر؟ وكان من ضمن حاجات التهديد اللي كان لغايه، على فكره نورهان ما حسيتش بالامان الا لما وصلت هناك على الاسم. بس انا يا نورهان استاذ لغايه هايدي ما وصلت هناك، لم وحسين وصل معاها هناك، وضمنت ان حسين دخل هناك، هي بدات تتكلم. ده اللي بس انا محدش بقى عارفه ومحدش هيقتنع بيه. هي ما قدرتش يعني اقول ايه، اقول ان هي ما كانتش عايزه تبان لاخر لحظه ان هي ممكن تكون ضد حسين في حاجه قدامه ولا قدام قريبه، خوفا على اخواتها، خوفا على احمد. الكلام اللي انا بقوله ده مش كلام ميديا، ولا كلام ما اعرفش ان انا عايشانه اطلعها ايه، ده فعلا ده اللي حصل. هي مصابه بخوف فظيع من عملتها وغلطها. انا ما بقولش ان هي ما غلطتش وهي تستاهل عقاب، ولكن مش العقاب ده، لان في حاجات تانية خفيه. بس انا يا معالي المستشاره مفيش ما ايه سمعتش السبب ما ان هي سمعتش هتقتل؟ ايه ما السبب سمعتش ان قبل بنت كده او ذكر هتقتل قبل كده بنتها؟ اسم الولد خالص في التحقيقات، ابن عمه ده ولا قصه ابن عمه في التحقيقات خالص لم تذكر يا فندم. الحقيقه لم تذكر. طيب ليه؟ لماذا؟ ده طبعا شيء غريب جدا ان هو ما اتقالش، او هي ما قالتوش، او التاني ما قالوش. بس اللي انا عارفاه ومتاكده منه ان كان الولد التاني ابن عمه موجود، ان كانت هي لما حست ان هي وصلت على الاسم وحسين هناك، مش هي بس، ان حسين دخل خلاص في المكان، بدات يعني تلم الدنيا، وما كانتش لاخر لحظه عايزه تقول ان هي اللي كانت نفسها تكشف حسين وكشفته بطريقه معينه هي اللي عملتها. بس ما كانتش عايزه تقول ان هي برضو السبب. يعني انا مش عارفه، انا كده بدات اقول الحاجه شويه، مع ان انا عارفه هتبقى محل انتقاد. ما حدش سال التيشيرت بتاع حسين ده مين اللي خباه تحت المرتبه. يعني هي صدفه يعني ان هم لموا كل حاجه وسابوا التيشيرت بتاعه؟ هل دي صدفه، ولا حد كان عاوز يحطه علشان ما تبقاش هي ليها يد والموضوع يتكشف لوحده بعيدا عنها وبعيدا عن اخواتها، ما يجيش في يوم من الايام يقول لها هعمل لك في اخوكي حاجه حتى لو الكل اتمسك. ممكن هي اوضح لك، حاولت ممكن تحمي اوضح لك اخوها، هي حاولت ممكن تحمي اخوها بسذاجه. طب ممكن اوضح لك انا جزئيه التيشيرت من وجهه نظري انا برضو، كامل الاحترام لحضرتك. اتفضل. انا من وجهه نظري بعد الضرب اللي حصل وبعد الدم اللي انتشر في كل مكان، اكيد الولد ده جسمه والتيشيرت بتاعه اكيد فيه دم، مش من انه قلع عشان ينشفوا بيه، لا، هو كده كده التيشيرت بتاعه ده متبهدل، ويعتبر اداه من ادوات الجريمه، ويعتبر صاحبه الجريمه نفسها في محل الواقعه، اللي هم وقت ما هيجوا يشيلوها هيشيلوها ويشيلوا التيشيرت ويشيلوا كل حاجه، وده اللي كان هم مخططينه، ان هم هيتخلصوا من كل حاجه يا بطريقه نسمة، ما. هي خططت في ايه؟ هي ما خططتش في حاجه، هو اللي كان مخطط. هو القصه كلها خطته. لما احنا بنقول هي بتقول له تعالى يا حسين اعمل يا حسين، هي ما قالتلوش ولا تعالى ولا حاجه، هو اللي كان بيجري وراها. هي لما كانت بتقول له انا عندي مشكله وماما هتفضحنا، كانت بتقول له كده عشان تقفل معاه. وهل لما يعقل يا عملت له معالي بلوك، المستشاره 45 دقيقه البنت ما فيش فيهم ولا مره رجعت لا ما لنفسها ولا فيش خافت؟ يعني كانت صوتت، كانت اصدرت اي نوع من تصوت. اذا كانت الاعتراض؟ هي كل ده حصل من تقوم هي اللي هتصوت؟ اذا كانت هي في حاله ان هي مش عايزه الدنيا تكتشف، تقوم هي اللي هتصوت؟ الموقف، انا مش بقول ان هي مش غلطانه، انا بقول ان هي لازم يعني تعاقب على اللي هي عملته، واللي هي انا عارف يا عملته ده. فندم، انا 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 مقتنع يا معالي المستشار وما ان فيش حضرتك شخص عارفه ان زي البنت التاني مش يا استاذ غلطانه. محمود. لا ما فيش شخص زي التاني. ما تقولش ان انا رد فعل الطفله دي او الطفل ده او الكبير ده او الكبيره دي مش كل ردود الفعل واحده. في واحده بس هتصوت، في واحده معالي المستشاره 45 دقيقه وبعد الحادثه يا فندم، الحوار اللي عملته البنت، الكذب اللي عملته، والحوار اللي دار، الكام روايه اللي عملتهم بعد الحادث على طول يا فندم، لما راحت للاستاذه سوريا وقالت لها ده التليفون ضاع مني، ده ايوه المفتاح نفس مش الروايه معايا. اللي هو، يعني دي الروايه حضرتك اللي يعني لا، قالها لها يا استاذ محمود. دي الروايه اللي حسين قالها لها تقولها، وهي مشيت على كلامه بالظبط. انا ما بقولش ان هي ما مشيتش على كلامه، مشيت طبعا على كلامه بالظبط لاخر لحظه، لغايه ما راحت الاسم، ولقت حسين معاها هناك ودخل هناك، وهي يعني مش عايزه اقول ان هي لحد ما اطمنت.
ان طيب هو خلاص وحضرتك يا معاه فندم، هناك. حضرتك يا طبعا استاذ مش هايدي معاه، وانا مش اطلعتي ببرر على الكلام. المكالمات والرسائل، حضرتك يا استاذ هايدي اطلعت على المكالمات والرسائل اللي اتفرجت اللي كلنا شفناها وسمعناها، المكالمه اللي بين البنت والولد قبل الجريمه على طول، واطلع يلا اعمل في امي ومش عارف ايه وانا هعمل كذا، الكلام اللي مش عايز اعيده تاني، والرسائل اللي كانت بينهم حضرتك اطلعت عليها يا فندم؟ ايه الرسائل قالت له ايه؟ قالت له تعالى اقتل امي؟ ايه انا الرسائل جهزت دي؟ الميه انا جهزت الميه يا هي حسين قالت اطلع له وانا هي اللي قالت له هسيب لك. تعالى انا جهزت الميه؟ قالت له تعالى انا هسيب جهزت الميه؟ ولا ايوه انا هو شفت ده في بيقول لها حاجات بتقول له هعمل حاضر، لا انا هفعل شفت ده لك في التحقيقات. حاضر؟ لما طلعت له من البلكونه وهو واقف لها تحت قال لها افتحي، راحت فاتحه. هي انا اللي شفت قالت له طب يا تعالى فندم ولا ده هو في اللي راح التحقيقات يا لها؟ فندم، ان انا ما هطلع دي في فوق وافتح تحقيقات لك انا على فكره. انا واسيب لك الباب مفتوح يا فندم مش لما هي طلعت اللي البلكونه قالت له يا وشاورت. استاذ محمود، لا حتى في تحقيقات هو اللي قال لها كذا فهي استجابت. عشان كده انا دائما بقول يبقى احنا اطلعنا على تحقيقات غير اللي المستشاره هايدي طلعت عليها والله، بس لا ازاي هي نفس طيب؟ التحقيقات. لا انا بتكلم على التحقيق، انا بتكلم على التحقيق، استاذ وده هايدي مذكور في التحقيقات على فكره، هو ده اللي في استاذ التحقيقات. هايدي اتفضل. تيجي نقرب المسافات شويه معلش. اتفضل. يعني وفي جزئيه مهمه جدا حضرتك برضو بتتكلمي فيها. المحكمه لما حكمت على نورهان بحكم الإعدام طبقا للأوراق اللي تم الاطلاع عليها واللي البنت ديت اعترفت بيها واللي النيابة حققت فيها واللي المحكمة شافتها، وبناء عليه المحكمة لم تعطي حكم ظلم. تمام. ولكن حضرتك من وجهة نظرك في حاجة البنت ما اتكلمتش فيها، ممكن مش بنأكد إنها ممكن تغير أو تؤثر في الحكم، على ولكن عقيدة المحكمة، على عقيدة اه المحكمة بالظبط، لأن المحكمة بعد في الآخر خصوصها. بتحكم بعقيدتها. قاضي الجنائي هو قاضي عقيدة، قاضي تمام. مش زي القضاء التانيين اللي هو المدني أو الأسرة. لا هو قاضي عقيدة، يعني هو اطمأن أو لم يطمئن. اطمئن تمام. يعني ايه؟ يعني هو ما عندوش شك في القصة، هو عنده يقين ان هو صح، عنده ملابسات معينة. هي على فكرة القاضي لو عنده حتى اعتراف ولقى باقي الملابسات مغايرة للاعتراف مش هياخد بالاعتراف، لكن هو بالظبط. القاضي بيحكم بملابسات الدعوة ككل، بملابسات القضية ككل. فهو ارتقى بعقيدته ان هو ده كده، بالاخص ان هي كانت في موقف هو سألها حتى في الجلسة هي ما عندهاش استعداد هل تتكلم. هل عقيدة القاضي تكتمل بدون دليل؟ لا هي زي ما انا قلت هي ملابسات، ما فيش حاجه اسمها دليل قطعي. احنا عندنا في ملابسات كتير، عندنا في اعتراف نيابه. اعتراف النيابه ده هي خلاص المحكمه قالت الاعتراف مع اقوال شهود، مع ملابسات دعوه، مع تقرير طب شرعي، مع كل ده هي خلاص لقيت الملابسات كده. برافو عليك. فده يبقى دي كده عقيده يبقى كده المحكمه عندما طبعا. يبقى كده عندما حكمت المحكمة بعقيدة استندت برضو على دلائل، مش هنقول ان الدلائل دي عشان برضو طبعا انا اقرب المسافات بنسبة 100%، ولكن في دلائل معينة خلت ان عقيدة المحكمة اكتملت بان البنت دي طبعا يحكم عليها بالإعدام. طيب خليني اكيد. بقى اسال المستشارة هايدي دلوقتي في الجزئية اللي هي بعد ما ظهر لك انت جزئية معينة كده، انت كالمستشارة هايدي فضالي لما البنت حكت فيها واتكلمت فيها، هل لما هي اتكلمت كان الكلام مرسل ولا كلامها ده مثبت بدليل؟ للأسف يا أستاذ فتحي هو يعني أنا برضو هرجع تاني أقول هي الكلام اللي يعني دايما بقوله إن هي حظها وحش قوي في القضية دي، مش شوفي هنكر. انت بتقولي ايه. أيوة دي حقيقة، هي حظها وحش قوي. يعني أنا وعلى فكرة وأنا بقول كده وهي مش دروشة ولا أي حاجة، بس هو ده أنا بحس إن في الآخر هي عقاب من عند ربنا. هو عقاب. هو في واحد على فكرة بيبقى عمل مشكلة وذنب وذنب وذنب، ويجي في الآخر يتحط في حاجة ممكن تكون ما تخصوش قوي، بس خلاص بقى يعني ايه، ادفع الحساب. بص انا هقول لك فهي على حاجه. بس هو هي هو حظها هو, وحش قوي. انا عمري ما هو شفت على فكرة قضية. مم. شوف انا حضرتك يعني حضرتك عارف انا 15 سنة رئيسة محكمة، وشفت كنت في جنايات الاحداث ده كنت بشوف كل يوم كذا قضية قتل، من واحدة قتلت بنتها، لواحدة قتلت جدتها، لواحد قتل أمه، لواحد قتل صاحبه ودفنه قدام ورشة، لما أعرفش. أنا ما شفتش يعني قضية فيها كم الحاجات دي زي دي بالذات، لأن هي ما كانش عندها يعني الدافع أو سبب أو إن هي أي حاجة كانت عايزة تقتل بيها مامتها خالص. عارفه انا سالتك السؤال ده ليه يا استاذ هايدي؟ اتفضل. انا سالتك السؤال ده علشان اعرف المستشاره هايدي فضالي لما اتكلمت مع نورهان، نورهان حكت ليها واتكلمت معاها وفضفضت وقالت
ولكن الكلام ده اللي انا استشفيته دلوقتي والرأي العام ان الكلام ده ملوش دليل واضح وصريح يتم في الاستشهاد الاوراق. عليه في اوراق برافو عليك يا او استاذ فتحي، برافو عليك. هي دي حقيقه، هي اتكلمت على فكره بصراحه، واتكلمت وزي هي بتتكلم على فكره، وانا بتكلم معاها بقول لها بصي للاسف انا مصدقاكي، بس مفيش حد هيصدقك. قلت لها انا والله يا فندم، مصدقاكي. والله يا فندم احنا عايزين كلنا نصدقها لان الجريمه بشعه، محدش. بس صعب يا استاذ مفيش فتحي، حاجه، مفيش صعب حاجه. هاتي ايدك وانا انا صعب. وانا هاخدها اهو. بطلب وانا بطلب من مفيش. المستشار هايدي الفضالي يا ريت تقول لنا الاسباب اللي خلتها صدقت البنت. احنا كمان عايزين احنا على فكره يا فندم نتمنى زي كلنا هيفسر وحضرتك غلط عارفه يا استاذ كل محمود، العالم هيفسر غلط، يتمنى ان هيفسر نلاقي اي غلط مبرر يا فندم للبنت دي. للاسف هي مع الله، بس لان هي فعلا صعب يتصدق. بالعكس هيبقى محل نقد دلوقتي وانتقاد ان انا بقول او ان انا صعب. هي حظها وحش، هي ما فيش غير ان هو يتقبل بقى بالشكل القانوني، او يبقى في اي حاجه في محكمه النقض، او نحط بعض الحاجات الاخرى من الوقائع اللي حصلت اللي هي تبين نيتها ايه، او تستظهر فيها نيتها لاخر لحظه ان هي كانت عايزه تعمل ايه، وكانت برضو عايزه تنتقم من حيث ان هو تظهر جريمته بس بعيدا عنها، ما تبقاش هي السبب، ما تبقاش هي اللي بلغت، ما تبقاش هي اللي قالت، تبقى مشيت بكلامه، ولكن برضو تاخد حق مامتها ان الولد ده يروح في 60 داهيه. بس معالي المستشاره لما نشوف بنت وقفت شافت حتى لو كانت مضغوطه ومجبوره يا فندم، شافت كل اللي حصل قدامها ده، وبعد كده تكون بالثبات ده زي ما شفناها في المحكمه او شفناها بعد عقب الجريمه يا فندم، وركبت الاسعاف وراحت كانت راحت تودي امها كمان لحد المشرحه يا فندم. يعني الثبات والثبات حتى لو حقيقي. مضغوطه يا فندم، ازاي قدرت ازاي كان عندها الثبات ده بما انها بنت ضعيفه وبنت خايفه. هي فعلا هي الشخصية دي، هي دي الشخصية اللي موجودة، هي دي شخصيتها، دي يعني شخصية آدم، دي شخصية عايزه تقول أحمد. لحضرتك الاختلاف على كله في فكرة القصه شخصيه البنت المختلفه او خارجه عن الناموس. أقول اتفضلي. لحضرتك حاجة. أحمد أخوها لو قلت له تعالى يا أحمد اقعد على الكرسي ده وهو مكسور وهو عارف إنه مكسور، هيقعد عليه وهيقع مش مشكلة، وهو عارف إنه مكسور. هما كده، اعمل كده كده، اعمل كده كده، للأسف هما كده. مش عارفة ازاي، أنا مستغربة جدا، أنا مستغربة من الولاد دي. حضرتك طبعا مقدره وفاهمه ان الراي العام اذا كان فيه هجوم او في رد فعل ونكون احنا كمان منهم، ان الناس كلها شايفاه ان بنت قتلت امها او شافت امها بتقتل قدامها وكانت بالثبات ده، وحتى اخر لحظه بتحاول كمان تخرج نفسها. يعني يا استاذ هايدي، يعني البنت حتى لما اتسالت او كده كانت ممكن، انا واحد من الناس لما كنت في الجلسه اللي هي كانت الجلسه الاولى اللي كانت مغلقه ما كانش فيها تصوير، كنت واحد من الناس كان نفسي البنت دي تنهار او تصوت او تقع او ايا كان يا فندم. ما حصلش، البنت كانت ثابته، البنت وقفت امام المحكمه. يعني فتره مرافعه طب وما حضرتك دام هي يا استاذ محمود ذكيه قوي كده، طب ليه ما عملتش الشو ده، ولا راحت عملت، ولا صرخت؟ هي ما بتقدرش تصرخ مثلا؟ ده الممثلين انا بيصرخوا، من وهي وجهه شاطره نظر اللي قوي عملته، كده. انا من وجهه نظري مع المستشار اللي عملته ده ذكاء، انا من وجهه نظري اللي عملوه داخل المحكمه ده ذكاء منها. لا حاضر، ده خالص خالص. على انا فكرة يا أستاذ ساعتها محمود، انا المحكمة مش فكر هتاخد بالكلام ده، سواء بكت أو سواء عيطت أو سواء صرخت أو سواء انا انهارت، عمرها فاهم ما هتاخد فتحي، معلش، بس بالاسباب كان ده. انا ممكن فاهم. يا استاذ فتحي تعمل كده حتى تصلح شكلها قدام الناس. هي ايوه، ما عندهاش ده، لا مش هتعمله، هي مش انا هتعمله. كنت منتظر ده، انا كنت لا منتظر ده لا، لان هي وقت كانت ممكن مرافعه تقعد النيابه على العامه فكره. تحديدا يا فندم، وقت مرافعه النيابه العامه تحديدا انا كنت بتحرك مع الكلمات اللي كان بيقولها ممثل النيابه العامه. قسما بالله انا كنت انا نفسي كان قلبي بيتحرك، وكنت منتظر ان البنت تقع، البنت تصوت، البنت اي مظهر من مظاهر الندم يا فندم. البنت كانت قاعده وبتبص بعينها من تحت لتحت. شفت حضرتك النظرات اللي كانت بتنظرها البنت؟ طيب يا زايدي تفسريها بايه؟ احنا فسرناها يمكن بطريق تاني. احيانا الواحد بياخد يعني حاجات معينه عشان احنا عايزين نشوف حاجه معينه، ودايما اه بنبقى عايز يشوف نظره معينه فلازم يشوفها بالشكل ده. اتفق معاك. لكن هي نورهان لما انا اتكلمت معاها هي لا، ده كانت يعني بتعيط، والله عياط، بتعيط وبترتعش، جسمها انا كان كان عمال نفسي بقى يرتعش. اشوف، انا كان نفسي اشوف العياط ده بقى لا، ما مستشار هايدي تظهر، بجد. مش هتظهر، لا ما يعني كانتش انا هتظهر قدام هستاذن الناس. حضرتك يا ريت يا مستشار هايدي، حضرتك قلت في بدايه اول لقاء معاكي لما خرجت علينا اول لقاء خالص، لما قلت انا دخلت من البنت ولما سمعت البنت صدقتها علشان كده دافع عنها. ده فانا حقيقي. بس عايز يا ريت تبرز لنا بعض النقاط او اهم النقاط اللي من دورها جعلتك تتعاطفي مع البنت. بما انك تعاطفت مع البنت ايضا، ده سؤال اخر في نفس الموضوع، وبما انك تعاطفت مع البنت مش كان اولى تتعاطفي مع الام بما انها الام؟ طبعا متعاطفه معاها، طبعا متعاطفه من الام. على فكره يعني انا ام ل3 ولاد وعندي بنتي تمام. وعلى فكره بقعد اتكلم مع الولاد بقول لهم اوعى حد يقع، بصوا لو وقعتوا في غلط ممكن اكون انا الضحيه في الاخر.
ممكن اموت قدامكم وانتوا مش واخدين بالكم، او انتوا مستسلمين. اخاف عليكم تتحطوا في ده، مش هخاف على نفسي. لا ده على فكره انا متعاطفه يعني مع الام ده. يعني ده حاجه فظيعه يا استاذ محمود. يعني القصه ولا هو، معلش انا اسفه، انا ولا محتاجه اشوف قضيه نورهان، ولا هي دي اللي هتعمل لي حاجه معينه. انا رسالتي حاجه تانية خالص. انا بدي محاضرات في مركز اعداد القاده وبعلم الناس. انا واحده معاها يعني دراسات عليا من جامعه القاهره. فانا مش منتظره ده. انا يمكن بدرس الحاله لان هي بتفيدني في حاجات تانية، حتى في ريسيرش، في حاجات، في تعديلات قانون، في حاجات. يعني اقصد اقول انا ليا هدف تاني. يمكن انا بدخل في حاجات مش يعني مش طبيعية شوية، او الناس بتبقى فيها ساعات محل انتقاد، او بهاجم بشدة، او بهاجم مثلا اطراف كتيرة. لكن انا عمري طبعا ما بحب ان انا اظلم حد، ولا اظلم واحدة متوفية. دي وانا عارفة الست دي اكيد هي ادرى بالحقيقة. يعني هي عارفة اللي انا عارفاه. يعني المرحومة داليا هي عارفة باللي انا عارفاه، وهي حاولت تنقذ بنتها لاخر لحظة لما قالت لها اوعي تنزلي معاه. هي نورهان كانت عايزه تاخده وتمشي. طب انا رايحه على عمتي وامشي. هي كانت عايزه تخلص من موقف نورهان، هي تاخد حسين وتمشي خلاص بعيد عنه برضو بالطريقه بتاعتها. لكن هي يا حبيبتي الله يرحمها المرحومه داليا، ربنا يرحمها، لاخر لحظه متمسكه ببنتها. لا ما تمشيش معاه. ما قدرتش بعد ما تلاقي امشوا. فطبعا وهي كل اللي عملته ان هي حاولت تزق. راح اول ما زقها على الباب، لما زق نورهان، لما قالت له لا اقف على كده وزقها، بقى مفيش. قال لها لا خلاص، قفل الباب وراح مخلص على طول. فمفيش يعني في لحظات راح مخلص اخر لحظه دي وقفل الباب وراح. الله يجازيه يعني. استاذه هايدي، اتفضل. نزيد فضلك يا فندم. سؤال واضح وصريح. لو نورهان، طبعا انت بناء على الحديث معاها فانت مقتنعه ان البنت ديت محطوطه في حته كده ان حظها سيء جدا. جدا. باختصار شخصيتها المستشاره هادي يا استاذ فتحي بتقول ان شخصيه البنت هي المختلفه، وده اللي عامل التغيير او عامل الاختلاف بين والله يا وجهات استاذ النظر. محمود، بص انا مش شخصيه متعوده البنت يعني. ده اللي بس انا فهمته من بكلمكم حضرتك المستشاره انا هادي. ولا في محكمه ولا حاجه، فانا بقول لكم كده بمرضي والله العظيم هي شخصيتها فعلا مختلفه تمام تمام خالص. تمام تمام فعلا هي تمام. شخصيتها غريبه طيب، يعني. لو المستشاره هايدي فضالي اقتنعت بان نورهان بتكذب عليها، رايك هيكون ايه؟ البنت تستحق الاعدام ام لا؟ طبعا. برافو عليك. طبعا تستحق طب ايه الاعدام. دليل حضرتك على ان البنت مش كذابه في الكلام اللي هي قالته لك وانت اقتنعت بيه؟ لا انا يعني انا مش قادره اتكلم في حاجه برضو اكتر من كده، لان للاسف احنا عندنا حكم، احنا برضو عندنا حكم قضائي. فانا مش لا قادره طبعا اقول بنحترم، طبعا الكلام ده. بنحترم انا الحكم كل ده القضائي. بتكلم على انا بتكلم استاذه هايدي عن ان البنت دي اتكلمت معاكي، وانت كل واحد له الحريه طبعا انه يقتنع وانه ما يقتنعش. ولكن بالعاده احنا لو حد بيتكلم معايا قال لي دلائل معينه كده واضحه وصريحه، فانا كفتحي لا، ده انا اقتنع واقدر اقنع بيها كل الناس اللي موجودين حتى لو مش هعرض الدليل. فبناء عليه لو البنت ديت بتكذب عليا فانت قلتي تستحق الاعدام، خلاص خلصت ودي ما فيش فيها كلام. ايوه طيب هل ايوه البنت دي طبعا. لما اتكلمت مع حضرتك انت اقتنعت باي دليل كهايدي فضالي؟ اقتنعت بكلامها؟ في لا دليل دليل يخليكي مادي. تقتنعي تقدري تقنعي بيه؟ لا دليل مادي ان انا اقول اهو ادي الدليل. لا انا ما عنديش الدليل ده، ولا هي عندها الدليل، ولذلك هي نفسها يأسة من الموضوع. لان هي عشان كده انا ترجمت كل ده. لو انا معايا الدليل الكافي عمري ما هقول باد لك، عمري ما انطق الكلمه دي. مش بس لازم هي تكون فعلا بتكذب عليك يا القضيه. استاذه هايدي يعني. اذا مع المستشاره فينا سؤال بعد اذنك يا اتفضل. استاذ فتحي. طيب هل الدليل اللي حضرتك عرفتيه من البنت بعد الحكم عليها اللي حضرتك ذكرتيه اللي قلت هذكره بعد في الالتماس او اذا تم قبول النقض، هل الدليل ده مادي يا فندم؟ لا هو مش دليل. ايوه. انا مش مقدمه الدليل، انا مقدمه واقع. يعني اللي انا مقدماه واقع هيؤثر في عقيدة المحكمة بنسبة كبيرة جدا لو اقتنعت بيه المحكمة. لأن أنا في الآخر أنا بتكلم كدفاع قانوني، فمش هدخل في قصة أنا بتكلم فيها مع حضراتكم اللي هو الكلام الودي ده بقى، اللي هو إحساسي إيه وشعوري إيه والكلام اللي إحنا بنقوله لنفسنا. ايوه مش هيجي ده أبدا في محكمة. ولذلك أنا لما ببحث حتى في النقاط القانونية اللي بحطها في مذكرة بحط نقاط قانونية. عمري ما هقول له انا معلش انا اسفه يعني انا احساسي ايه وحسيت بايه والبنت ما ينفعش. احنا مش قاعده يعني طيب ايه علم بما نفس ان ولا نفسيه، فمش هتنفع. بما فاهمني يا ان استاذ محمود؟
بما انه ليس دليل مادي يا فندم، طب ازاي يعني باي شكل او ما باي طريقه علشان كده هتقدميها انا بقى تقدمي بترجمه بمسك قوي في الدفاع القانونيه حتى البسيطه، اللي هي الغلطات اللي لقيتها، العوار اللي كذا، ده اللي همسك فيه بس، ده اللي همسك فيه بس، املا في ان تعاد المحاكمه ويطرح الموضوع الواقعه بكل تفاصيلها، بكل تفاصيلها اللي حصلت. بنسبه كام في المية المستشاره هيدا عندها اقتناع بقبول النقد؟ مش قادرة أقول النسبة بصراحة، مش قادرة أقول النسبة، يعني أنا دي أتركها للمحكمة، لأن ما ينفعش أحكم قبل المحكمة، يعني ما ينفعش إن أنا أقولها حتى، برافو عليك. ما ينفعش. تمام يا فندم. اتفضل استاذ فتحي. يزيد فضلك يا غالي. خليني بس اوضح كده امور معينه. الاستاذه هايدي، انت اتعاملتي مع البنت دي، انا عارف انك مش طبيبه نفسيه، ولكن هل انت شكيتي ان البنت ديت يعني مهتزه نفسيا او في حاجه مش طبيعيه؟ مش عارفة بصراحة يا أستاذ فتحي، مش قادرة أحدد في دي، بس أنا شايفة إن الاتيتيود نفسه بتاع العيلة كلها كده بصراحة.